احنا الحمد لله سمعتنا كويسه جدا، الحمد لله. والحمد لله احنا في الفتره اللي فاتت دي كمجموعه نيو ايجيبت نزلنا فعلا في الارض ونزلنا لمصر، والحمد لله احنا عندنا كونكشن كويسه جدا. هاتوا مشروع، هاتوا فكره، انا دوري ان انا انزل بيها. انا شايفه ان كلمه الامل ماشيه مع نفس الحروف بتاعه العمل. انا شايفه ان احنا عشان نحقق اي حاجه لازم نشتغل. انا شايفه ان مفهوم الشغل عندنا هو ده اللي لازم يتغير. حاجه كمان ان انا شايفه ان احنا قوتنا في وحدتنا. احنا عايزين العمل يبقى جماعي، عمل جماعي ما يتنسبش لحد. احنا عايزين بلدنا تبقى احسن. عندي اعتراض برضو على نقطة معينة، ان للأسف الثورات اتفهمت بمفهوم غلط. الثورة اتفهمت بان لا، الشباب هو اللي لازم يحكم، يبقى ارمي الكبار دول. حتى بيطلع بعض الاعلاميين يقولك العواجيز دول احنا مش عايزينهم. لا يا جماعة، الخبرة مع الطاقة الجديدة بتاعت الشباب هي بنكمل بعض. لازم كلنا ما نقصيش أي حد، لازم نحترم الكبير. احنا تربينا، احنا من جيل طلع بيحترم الأكبر منه. أنا شايفة أن الشباب دلوقتي، أنت لو مشيت جنب مدرسة في إعدادي ولا ابتدائي حتى في مصر، اسمع الألفاظ اللي بينادوا بيها بعض. اسمع، أنا بنادي أن الأسرة للأسف التكنولوجي خلتنا نبعد عن بعض. زمان كان في روح الأسرة، روح الجيران، روح. احنا محتاجين برضو نشتغل على النقطة دي، ان التربية. عن تجربة شخصية من الأقارب عندنا، هم عندهم إحساس ان بره أحسن، هو ده إحساسهم، هم عايزين يجربوا الأحسن. فاحنا لازم نوصل لهم المعلومة دي. بره مش أحسن، يعني بره مش أحسن خالص بأي حال من الأحوال. بلدنا حلوة، واحنا لما بنشو اب ان احنا بنحب بلدنا ازاي وبننتمي ليها وبنعمل مشروعات عشانها والكلام ده، ممكن هم ياخدوا المسج دي مننا. انتوا بتعملوا حاجه كويسه، وانا حاسه ده طبعا من على الفيسبوك والحاجات دي. لما بقرا حاجات اسماء بتنزلها واميره وناس يعني اللي اعرفهم، بس الفكره انتوا بتحاولوا هنا وبتحاولوا تعملوا في مصر حاجه. ف انتوا لو عملتوا، معرفش اسمها ايه بقى بالظبط، بس يعني زي فرع ليكوا هناك او حد يساعدكم هناك، مش هتبقوا في حاجه ابدا انه حد مخصوص من عندكم ينزل الصعيد ويتعامل ويروح ويوزع حاجات. لا، ما اعتقدش ان انتوا هتبقوا محتاجين حاجه زي كده. بلس ان انا ليا اصحابي كتير قوي قوي كويسين، يعني مستواهم مش بس المادي قد ما مستواهم الاجتماعي والشغل والحاجات دي، وحابين قوي يساعدوا. يعني بجد انتوا ليكوا اسمكوا في مصر دلوقتي، يعني معروفه نيو ايجيبت ان هي حاجه كويسه وبتساعد. وممكن يعني اجرب ان انا اجمع ناس من اصحابي وحد يبقى مسؤول في مصر عن المؤسسه ديت في مصر. انت قلتي كلمه حلوه، قلتي ان انت نيو ايجيبت معروفه، اتعرفت في مصر. احنا فوجئنا، احنا كنا بنساعد على فكره في لندن ايام الرئيس ما راح لندن، كنا بنساعدهم. ففوجئنا بمجموعه من الشباب هناك بيقولوا لنا احنا عايزين نبقى نيو ايجيبت لندن. فوجئنا بناس في مازوري بيتصلوا بينا وبيقولوا ان احنا عايزين نبقى نيو ايجيبت مازوري. فوجئنا في ناس في فرنسا، نفس في المانيا. في مصر على فكره احنا يمكن اللي عايز اقول لحضرتك، في مجموعه شباب فعلا في مصر عايزين يعملوا حاجه، يمكن احنا مش لاقيين النقطه. احنا لسه كنا قبل ما حضرتك بتيجي بنقولوا احنا بنفكر ان نيو ايجيبت على فكره مش اسم جمعيه قد ما كانت رساله، ان احنا بنقوله مصر الجديده من بعد 30/6، ان مصر كلها تفكيرها اتغير. الناس دي كلها بتحب مصر ونفسها تعمل حاجه للبلد. قال شكسبير تو بي اور نوت تو بي، لازم نعمل حاجه. انا كان دايما رايي تبقى المجموعه بعيد دايما عن السياسه، ما تدعمش حد بعينه، ما تقفش مع حد بعينه، عشان خاطر الرساله توصل اقوى وتعرف الناس ان احنا نيتنا للخير. يعني اهم حاجه الرساله يوصل الناس نيتنا للخير. ده شايف يعني ملخص او الرؤيه اللي انا كنت واقف ورا الكاميرا، فشوف شايف الناس بتتكلم، فكل عنده افكار وكل عنده احلام، بس ازاي ننفذها وازاي نطبقها مش هيطلع غير بالورقه والقلم. نركز على مدرسه واحده في مكان ريفي مثلا او مكان فقير. الجيل اللي هيطلع من المدرسه دي هو اللي انت هتوزعه على القريه كلها او على الحي كله. نديله مثلا دراسه معينه، نقسم الوقت بتاع المدرسه، الطالب دوت يبقى ملكنا احنا طول اليوم،
احنا ملوش دعوه بيه، اكل وشرب والكلام ده كله هيبقى مسؤوليتنا. هنديله دراسه معينه يستفاد بيها. مايسترو سليم سحاب ان هو جاب الاطفال الشوارع. اه يعني انا الكلمه دي ما بحبهاش، بس جاب الاطفال اللي هم نعتبر ان هم اطفال غلابه، هم اطفال مصر مثلا. بس هو جمع الناس دي كلها وعمل حاجه كانت جميله جدا. انا شايف ان كانت فكره حلوه، بس كانت ناقصه حاجه واحده، ان كان المفروض ان الاطفال دول يتاخدوا يروحوا مدارس معينه من هم في السن الصغير ده. اللي انا شايفه ان لا، احنا لسه عندنا حاجات نقدر نعملها، ولسه في حاجات ممكن ممكن والتاني والتالت ورابع. يا ريت نبتدي نفكر احنا عايزين ايه. لو حضرتك بتقولي على التعليم، انا ليا تجربه يعني هقول لك عليها، ان مش لازم نبتدي. لو انا قلت انا هصلح منظومه التعليم في مصر انا كذاب، لكن ممكن نعمل فصل، ممكن نعمل لو قلنا عايزين نصلح منظومه القطارات في مصر، انا ممكن اصلح مزلقان.